بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض بيض تركي، بيض جديد بس بجد بخلطة خطيرة. يعني اللي هيجرب يعمل الوصفة دي مش هيبطل يعملها خالص. بجد تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، زي ما انتوا شايفينه كده. شكل الطاسة بجد تشهي، وبعدين بقى تتغرف وجبنة موتزاريلا سايحة فيها زي ما انتوا شايفين كده، بالخلطة السرية اللي هقولك عليها دي. بجد طعمها خطير خطير، وما اخدتش مني 10 دقايق. يلا بقى قومي اعمليها فطار غدا عشاء براحتك، بس جربي الوصفة دي ومش هتندمي. اول حاجة عايزينها مع بعض، عايزة الخضار طماطم وفلفل الوان وفلفل حامي وبصل. انا بحب احط فلفل حامي، مش عايزة براحتك. ميكس جبن بقى، يعني جبنة موتزاريلا وجبنة رومي براحتك. وطبعا البطل بتاعنا بيض مسلوق، الكمية اللي انت عايزاها. في حلة هنحط معلقة سمنة ونسيح السمنة، وممكن سمنة على زيت مفيش أي مشكلة براحتك، ممكن زيت بس. أنزل البصل يدبل وأقلبه تقلبتين كده حلوين يدبل. طبعا وصفة والله طعمها حلو قوي. وبعدين أنزل الفلفل الألوان والفلفل الحامي، مش عايزة تعمليها سبايسي مفيش مشكلة، ما تحطيش براحتك برضو. وبعدين الطماطم، كله كده هسيبه يدبل مع بعضه لحد ما احس ان هو استوى. يعني مش ما تسبكش، بس استوى. احط معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح واقلب واغطيه على نار هاديه شويه لحد ما احس ان هو بصوا قل وخلاص استوى. اجيب بقى الطاسه بتاعتي، انا عامله طاسه كبيره عشان الطاسه دي اللي هتقدمي فيها. تمام، افرد بقى الخلطه التحفه دي اللي طعمها بجد 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 ودى البيض في حته تانية. بصوا البيض المسلوق انا اسماه بالنص بالطول، يعني نص صفار هنا ونص صفار هنا. وتبدأي بقى ترصصي زي ما انا ما برصص كده البيض. طبعا الخلطه دي مستويه والبيض مستوي، بس خلاص كده. واجيب بقى الميكس الجبن بتاعتي اللي انا عاملاها، شايفين الشكل والجمال بجد. الميكس الجبن، واحط بقى ميكس جبن، تقدري تحطي كتير تقدري تحطي قليل، المهم ان هي مش هتأثر على الوصفة. يعني لو قللتيها خالص. انا حطيت الجبن اللي عندي خلاص وغطيتها. طبعا كله مستوي، انا غطيتها ليه؟ عشان الجبنة تسيح. عايزة تدخليها تاخد وش من فوق تحمير، بتبقى روعة. بس بصي الوصفة اتعملت بجد في 10 دقايق. طبعا تغيير طعمه حلو قوي بجد حكاية. طبعا تاخدي نص البضاية كده مع الخلطة اللي تحت، مش ممكن على الجمال. بجد طعم الخلطة حلو قوي، والجبنة سايحة جدا زي ما انتوا شايفين كده. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.